يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي أستغفر الله يا سيدي يا من له جاه عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي أنا ذا المهاجر صافي الله ذاك ابن عيسى أبا سلام ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادات يا سيدي يا رب له جاه عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي أستغفره ثم الوجيه لدين الله سقفنا خارق العادات السيد الكامل الأواب العيد روز مبهر القطر يا سيدي Bismillah, panitia kalau boleh minta tolong pindah ke kipas ke sebelah kiri. Panitia, kalau tidak pindah cari ketambahan kipas. Kipas yang ini pindah ke situ. Mulai ya. Untuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa iqbal wa salli kulli hal wa anna Allah yaghfiru dhunub wa yaghfiru qulub wa yakshiful qurub wa yasturu uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli hal wa fi ahli al-wal wal liyal yaghfir lana wa lakum wa li walidi wa walidikum wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa anna Allah yatawallana bi wilayatihi wa yahfazna min syarri bariyatihi yaghfir lana wa taghfir lana bihaqi wa bihaqi nabi wa bihaqi azwajina wa bihaqi walidina wa bihaqi jami'il muslimin wa yubarik lana wa qatina wa sa'atina wa yunqilna wa iyyakum min adh-dhulil ma'asiyati ila idhi ta'ah wa min khadidil nuqsani ila aujil ma'ali wa bi kulli halatin daniyah ila kulli halatin mardiyah
واشف مرضانا واسع أمراضنا وأجل أعمارنا ولطف وعافيته وجسن سابقتنا وحسن خاتمتنا وعلى كل ما نواه حبيبنا علي بن محمد الحوصي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من شمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسائل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد والح ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد والح ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل. يا ربي صل على محمد يا ربي صل وسلم.
عليك تقالتك يا سلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك تقالتك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أردتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواده برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما وبسط له من فاعد منته ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته العزليات بخلق هذا العبد المحبود فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. وما عجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتأثرت بوجودها أكناف الوجود وطردت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشافع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد
ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. فترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يضيء الضلالا. صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والعظام صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا الأبد الصادقات قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظم هذا من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشرت سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى تحياتي وأوصيها على هذا العبد المحبوب وفى بحق الربوبية وبرز فيها في هلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح صل عليه به فينبشط في قلب نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ذيل الشرف في أصله بوده وحبه ما أكثر الأكوان بذكرهم نسيم. اللهم صل وسلم
الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة من النعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهور بالعين، هاون لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقض ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه. وما من صلب الضامة إلا وتم عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. فقد قادت الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرهام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. نورا هير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بمشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فنضرب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله عليه. ولكن هزني لتدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. فبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التألق بهذه الحضرة الكريمة، ولا عج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أدم الصلاة على النبي محمد فصلاته نور وطيب، ألفاس جنات مفاتيح رحمة نغم حبيب. الله 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 صلى والملائكة الكرام على الحبيب
ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زلود ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زلود ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زلود ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زلود يا محيمن يا سلام يا سلام أرنا وجه الحبيب في المنام يا محيمن يا سلام يا سلام أرنا وجه الحبيب في المنام ربي أنزلنا يا الله يا ربي ربي أنزلنا بفردوس معاه ما لنا إلا حبي من غرام ربي أنزلنا بفردوس معاه ما لنا إلا لحبي من غرام ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زلود ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زلود سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحيان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحيان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحيان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحيان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحيان صلى عليك العلي القادر في كل وقت يا وجهلنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وحده
أضهام لنا بشرى لنا نلنا المنى زال الأذى وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال الأذى وفالهنا وتحر أنجز وحده والبشر أضحى لنا بشرى لنا للمنى زال أنا فالهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا للمنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى ربنا صلي وسلم على نبينا بنا المعلم ربنا صلي وسلم على نبينا بنا المعلم محمد والمولى عظيم محمد والمولى عظيم محمد والمولى عظيم في سلك منهج القويم ربنا صلي وسلم على نبينا بنا المعلم ربنا صلي وسلم على نبينا بنا المعلم محمد والمولى عظيم محمد والمولى عظيم محمد والمولى عظيم في سلك من ربنا بنا بالكريم ذي الجاه وصفات الشميم ربنا بنا بالكريم ذي الجاه وصفات الشميم ساهلنا ربنا العليم ضم العليم والتعليم ربنا صلي وسلم على نبينا بنا المعلم ربنا صلي وسلم على نبينا بنا المعلم محمد والمولى عظيم محمد والمولى عظيم محمد والمولى عظيم في سلك من هذا القويم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد آن للقلم أن يهض ما حركته فيه الأنامل من مسائل
سفره فهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي يسن الشمائل وهنا حسنا نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في الهدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تكلم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله لك قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد عددت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستغنى عن هذا النور المبين أصلبه بدون مشرفته من العالمين فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه حتى وصلته اليد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم به الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه وبالتي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سبل عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمنها شوها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا صلى الله عليه حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضاد فضله وتستشعر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه منذ عليقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يشبه ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب الزهور إسراق هذا السراج والعيون متسوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه يقول الدابة قريش نطقت بهذه العبارة مؤلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بإثر فرائب ملاقاة أشراف البرية وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقلهم بالبطون والظهور صلى الله عليه فأظهر الله في الوجود بهجة ذكر وبسط في العالم الكبير مائدة التسطيف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل
وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليه. فإن قرب وأن وجه هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترهيب. وأمطار الجود إلى آله على أهل الوجود تسير وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشف فينا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور. نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحكمة على من أتم الله عليه النعمة من هواس الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنال بها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما أمه من الأولين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضورهم حضور هذا المولود فانفلق السبه الكمال من النور المنامون وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله بسلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولي أهله
سرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا حلال مثاني فهزار غرد وسط ضيء بجمال فقف الحسن تفرق الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البشرى بسعد مستمر ليس ينفع حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل حمد جل يزره العام إذ حبانا بوجود مصطفى الهادي محمد صل يا ربي على أحمد النبي الغير الأمين المشفى بالقيامة من خلائق أجمعين يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد الله وبجاهه يا إلهي جد وبال لغفل ما قصد يا رسول الله جئنا لزيارة قصدنا الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زرودي ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم
وخيم في زرودي واهدينا نحجا سبيلي يا سبيلي كي به نسعد ونرشق ونرشان صلى الله الذين وجودي من سكن طيبة وخيم في زارودي ربي بلغنا بجاهي يا بجاهي في جواري خير مقعد خير مقعد ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زرودي وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد بصل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برد صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برد رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه إن الله يعيد القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف مخلوقين وأفضل الحبائب الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع على يديه فاستحل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبثت وأضجأت فلم أنشب أن غشتني في ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب وظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بابي حتى فتح الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباحر الآيات البينات بما يقضي بعظيم الشرف عند مولاه وأن عين عناد في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما وربقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ محتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاق الحيبة القوية التي ترتئد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تأثرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجدي ومكاني. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بإنامه. وقد انبسط القلم في تدوي ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكايات ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختم كما يحسن التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا فعلي فيه محمودا
وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة، وعلى باب إذتي تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وآمل راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساكك سرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المعطوف منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحق من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا عدما برحمتك الخاصة ولا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآذر ووالاه وظاهره وأم ببركته وشرف جهة أولادنا ووالدينا وعلى قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم الدين القويم بجميع الأقطار منشورا، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا مانا وسورا، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واقضي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحفظ من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحظ من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحظ من جميع البلايا، وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في حكمتك يا أمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب
الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة القبول بحقه وبجاه سيد الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا سلام سلمنا والمسلمين بنا بخير الأنام وبالمؤمنين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral habaib wal asatis wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kita taufik wal hidayah untuk kita hadir, duduk berkumpul bersama-sama dalam rangka kita memperingati miladur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana pada malam hari ini yaitu malam ke-16 daripada rangkaian Majlis Maulid Isyrin yang kita adakan. Kita berada di Mushallah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan hadirnya kita di ini tempat senantiasa kita mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Salawat teriringkan salam senantiasa kita curahkan buat orang yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, junjungan Nabi agung kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebelum menginjak ke acara selanjutnya, seperti biasa Al-Faqir akan mengumumkan rangkaian Majelis Maulid Isyrin untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok yaitu malam Kamis, insyaallah peringatan Maulid akan bertempat di Majelis Taklim dan Zikir Sakinah atau di Rumah Haji Abu Bakar Sopyan yang beralamat di Perumahan Geria Sekojo. Kemudian untuk malam Jumat, insyaallah peringatan Maulid akan bertempat di Majelis Miftahus Sa'adah yang beralamat di Komplek Azhar Kenten atau di depan kolam retensi. Kemudian untuk malam Sabtu, insyaallah peringatan Maulid akan bertempat di Aula Burda Pertamina yang beralamat di Komplek Pertamina Pelaju. Dan malam Ahad insyaallah adalah malam ikhtitam daripada rangkaian Majelis Maulid Isyrin, insyaallah akan dilaksanakan di Kampung Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar yang beralamat di 13 Ulu Kampung Al-Munawwar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan kalimat tasyakur yang akan disampaikan oleh panitia atau dari mewakili daripada Mushallah Al-Ikhlas dan juga panitia Majelis Maulid di Mushallah Al-Ikhlas ini kepada Al-Ustaz Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Fa'alihi falyatafaddal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral asatidz, ma'asyiral hadirin jamaah Majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mushallah Al-Ikhlas atau Mushallah Kiai Haji Abdus Samad dalam rangkaian Maulid Isyrin rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memilih kita dan mengumpulkan kita, lalu memuliakan kita dengan perkumpulan yang seperti ini. Alhamdulillah, dari majlis-majlis, begitu majlis taklim ataupun majlis maulid, terus kita ditakdirkan Allah untuk menghadirinya, dan malam hari ini kita ditakdirkan Allah berkumpul dalam rangka menghidupkan syiar Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mushallah Al-Ikhlas
yang dulu musola ini dikenal dengan musola Kiai Haji Abdus Somad, yang mana alhamdulillah di musola ini kami sendiri adalah pengasuh majelis taklim setiap malam Rabu. Jadi sesuai seperti malam hari ini, kita pada salat Isya mengadakan majelis taklim rutin dengan pembacaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan asma'ur rasul yang tertera di dalam kitab Dalail Khairat yang dikarang oleh Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli radhiyallahu an. Lalu setelah pembacaan salawat tersebut dilanjutkan dengan pembacaan kitab Khasa'is Ummatul Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Al-Arabillah Muhaddis Muhakkik Syekh Masyayikhna Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Bagi antum yang mungkin ada kesempatan untuk bergabung, tafadhol ahlan wa sahlan. Insyaallah majelis malam Rabu depan akan kita lanjutkan kembali seperti biasanya. Kami mewakili segenap pengurus mushola, warga masyarakat sekitar mushola, terkhusus panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada para habaib, para satis, para orang-orang tua yang telah hadir pada malam hari ini, terkhusus Abuya Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, Habib Ali bin Abdul Hamid, Ustaz Umar bin Nawar, Ami Ahmad bin Syekh bin Yahya, Ami Umar Asgab, dan semuanya yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama antum, para asatis, para tokoh masyarakat. Jazakumullah khairal jaza ikhwan semuanya atas kehadiran antum pada malam hari ini. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap ikhwan, terutama warga masyarakat yang telah memberikan supportnya baik dengan tenaganya, pikirannya dan juga dananya untuk menyukseskan acara pada malam hari ini, sehingga insyaallah akan terlaksana terus dan sampai selesai nanti dengan sebaik-baiknya insyaallah taala. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada panitia Majelis Isrin yang telah memberikan kesempatan kami untuk bergabung. Lalu kami meminta maaf kepada semua hadirin yang hadir yang mungkin kami tidak mampu menempatkan antum pada posisi yang selayaknya. Mungkin di sini banyak ketua masjid, ketua mushola, tokoh masyarakat yang duduknya mungkin di belakang, bahkan ada yang di luar. Tapi insyaallah semua kita sama di hadapan Allah. Kita semua mendapatkan bagian yang sama insyaallah taala. Lalu seandainya ada kekurangan-kekurangan di sana sini yang mungkin telah terjadi atau akan terjadi, kami minta dimaafkan dan kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk memuliakan tamu, tapi inilah kemampuan kami. Terakhir, marilah ikhwan rahmatullah, setelah ini kita akan dengarkan tausiah, kita dengarkan bersama dengan hati yang terbuka. Mudah-mudahan keberkahan demi keberkahan, kemanfaatan demi kemanfaatan yang kita dapatkan akan lebih bertambah lagi dengan apa yang kita dengar setelah ini dari tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nabil bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi. Hafizakumullah. Waalaikum tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal rasyiban, para asatidz, Abuya, Nukhsah. Kita sebelum mendengarkan tausiah minta waktu 5 menit untuk merespon dari kegiatan yang semalam kita buka di Masjid Al-Haddad, yaitu musabaqah hifiz Dalailul Khairat. Jadi setelah kemarin semalam diumumkan ada beberapa yang punya nyali untuk sedikit-sedikit mengisi waktu menghafal salawat dari kitab Dalailul Khairat. Dan malam ini ternyata sudah ada yang siap untuk tampil, ya sebatas untuk syiar memeriahkan rangkaian Isyirin untuk diumumkan nanti di akhir penutupan. Tapi malam ini kita akan tampilkan satu saja, ya, peserta untuk membacakan 3 sholawat yang sudah dihafalnya, ya, atas nama Muhammad Hafid. Silakan berdiri. Mic-nya Rehan kasih itu. Dari mana Muhammad Hafid nih? Dari Tojolo. Dari Tojolo, ya. Silakan baca bismillah dan baca hafalan sholawatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwaji wa dhurriyyati
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya, alhamdulillah. Jadi beliau ini sudah hafal 14 salawat. Ya, dari semalam dia ngambil kitab ini ternyata ya sudah hafal 14 salawat. Ya, dan nanti terus bagi yang belum setoran ya besok akan kita gilirkan. Ya, siapa-siapa yang sudah ngambil kitab semalam akan kita gilirkan di sisa-sisa waktu menjelang penutupan. Dan juga masih kita siapkan kitabnya bagi yang akan menyusul. Ya, ada kurang lebih 25 kitab lagi ya untuk yang ingin menyiapkan ya, persiapan mensyiarkan memeriahkan penutupan Maulid Ishrin. Jadi setelah acara boleh temui Al-Fagir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan Mau'idatul Hasanah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Sayyid Ahmad Nabil bin Ali bin Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi. Fa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. معنا قمر ما باد غابت لا تغيب معنا الذي يدعى به سريعا يجيب معنا محمد حبيب الله نعم الحبيب من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط محمد عليه جبريل حباط أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيتهم بها سلام قولا من رب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صادق وعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Senantiasa kita haturkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk duduk di tempat yang baik. Insyaallah Allah golongkan pula kita sebagai orang-orang yang baik. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita muliakan dan kita hormati guru kami, guru kita semua, Sayyidi Al-Walid Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syihab, mata'an Allah bituli hayatihi syarifah. Wa kadzalik Fadilatul Ustaz Muhammad Syukri bin Ali bin Syihab, wa kadzalik Ustaz Umar bin Muhammad Al-Munawwar, dan untuk orang-orang tua kita yang berada di hadapan kita, yang kami harapkan pandangannya, yang kami harapkan doanya, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat wal afiat. Allah kabulkan semua hajatnya, Allah permudah urusannya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kami pernah duduk belajar kepada guru kami Sayyidul Walid Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syihab, kami pernah dapatkan satu faedah. Beliau katakan bahwasanya pandangan yang kami dapatkan dari beliau ungkapan ini, pandangan orang alim, pandangan orang soleh
itu bisa merubah keadaan minasyin ila zain. Keadaan yang tidak baik bisa menjadi baik cuma dengan pandangan orang soleh. Dan kami harapkan itu insyaallah untuk diri kami pribadi. Dan insyaallah untuk kita semua, setiap kali kita dipandang oleh orang soleh, insyaallah bisa merubah keadaan kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun duduk di tempat ini, kita yakini dan kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada mungkin karena kita banyak dosa, mungkin kita jauh dari Allah, jauh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah pilih kita untuk duduk di tempat yang baik ini. Diceritakan pernah di zaman Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, ada seorang laki-laki yang setiap hari pekerjaannya tidak baik. Dia minum khamar, dia tukang zina dan lain sebagainya. Bahkan niat untuk duduk di majelis ta'lim pun tidak ada. Niat untuk duduk di majelis baik dia tidak ada. Tapi suatu hari ketika Sayyidina Imam Hasan Al-Basri di dekat rumahnya membuka pengajian, membuka majelis yang mana pada saat itu membaca kitab tafsir, tersentak hatinya untuk hadir di majelis tersebut. Hatinya punya keinginan untuk duduk di tempat majelis terbaik tersebut. Entah dari mana, mungkin Allah ilhamkan dalam hatinya untuk duduk di tempat yang baik. Sehingga orang yang asalnya tidak baik ini, ketika duduk di majelis yang baik, Allah permudah langkah kakinya untuk menuju pintu taubatnya Allah. Yang pada saat itu Imam Hasan Al-Basri menjelaskan tentang ayat alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dengan penjelasan yang luar biasa, sehingga yang hadir pada saat itu semuanya meneteskan air mata, termasuk ini fulan. Hingga akhirnya selesai bulan Ramadan diparahinya Imam Hasan Al-Basri. Dia bertanya, "Wahai Imam, apakah engkau mengenalku?" Ya kalau orang mengenal, saya jelas Imam Hasan Al-Basri mengenal dia. Dan semua orang pun mengenal karena dia terkenal dengan hal-halnya, dengan gawe-gawenya. Apakah wong caku ini pantas untuk mendapatkan ampunan Allah? Kata Imam Hasan Al-Basri, pantas, engkau layak mendapatkan ampunan Allah. Mendengar kabar tersebut, saking senangnya ini wong pingsan. Dia saat dibangunkan sadar, nanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Apakah wong cak aku pantas untuk mendapatkan ampunan Allah? Jelas pantas. Wong cak kau bahkan wong yang lebih buruk dari kau pantas mendapatkan ampunan Allah. Karena rahmat Allah luas. 2 kali, sampai akhirnya dia pingsan lagi, sampai 3 kali dibangunkan dengan pertanyaan yang sama. Hingga akhirnya selesai bubar dari majelis, dia berdoa munajat sama Allah di malam hari. Dia pengen bukti sama Allah, apakah benar yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri bahwasanya taubat aku diterima oleh Allah. Kalau wong cak aku ni taubat diterima oleh Allah. Dia pengen bukti. Apa minta bukti dari Allah? Ya Allah, kalau seandainya dengan 3 permintaan. Yang pertama, ya Allah, kalau seandainya engkau terima taubatku, maka aku minta kepadamu supaya engkau permudah aku untuk menghafal Al-Quran. Engkau permudah aku untuk mendengar setiap kebaikan. Fa insyaallah, dan Allah pun mengabulkan doanya. Subhanallah, ini orang setiap kali dia dengar majelis taklim pengajian Imam Hasan Al-Basri, setiap ayat, setiap penyampaian Imam Hasan Al-Basri dia hafal. Allah permudah, tanda taubatnya diterima oleh Allah. Yang kedua, dia minta lagi, ya Allah, kalau seandainya engkau memang benar terima taubatku, maka aku minta ya Allah supaya engkau indahkan suaraku. Dan Allah kabulkan permintaannya. Tanda taubatnya diterima oleh Allah. Dikatakan bahwasanya setiap wong ini baca ayat Quran, tidak sedikit dari wong kaum muslimin yang menangis dengan suara bacaan ayat Quran yang dibacanya. Yang ketiga, ya Allah, kalau seandainya engkau terima taubatku, aku minta kepadamu supaya engkau berikan aku rezeki yang tidak aku kira-kira. Sehingga dengan rezeki tadi tidak membuat aku untuk mencari. Aku pengen ngabiskan umur aku yang sisa ini untuk belajar baik, untuk mengambil ilmu dari Imam Hasan Al-Basri. Insyaallah, dan Allah kabulkan yang ketiga ini. Setiap hari tanpa dikira-kira, duit datang, harta datang, makanan datang. Tanda taubatnya diterima oleh Allah. Ini mengambil pelajaran bagi kita bahwasanya ketika Allah menghendaki supaya seorang hamba ini mendapat kebaikan, Allah mudah.
Allah giring dia untuk hadir majelis taklim, Allah giring dia untuk duduk di majelis baik, Allah giring dia untuk hadir bersama orang-orang yang baik. Dan kita yakini pada saat ini insya Allah tanda bahwasanya Allah nak pengen ngampuni dosa-dosa kita. Allah pengen mengabulkan segala hajat-hajat kita. Mungkin hari-hari kita dengan kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, Allah permudah langkah kaki kita untuk duduk di tempat yang baik. Semata-mata karena Allah pengen Allah buka jalan, Allah bukakan jalan untuk kita menggapai daripada semua Allah urusan-urusan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya kalau seandainya kita pengen tahu makam kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, fanzur haitsu ashghalaka. Maka lihat di mana Allah letakkan kita. Maka dilihat di mana Allah sibukkan kita. Kalau seandainya kita sibuk dengan selalu berzikir, lisan kita senantiasa mengucapkan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya Allah pengen mengingat kita. Allah pengen selalu kita ni dekat dengan Allah. Kalau seandainya kita sibuk hobi membaca Al-Quran, maka ketahuilah bahwasanya Allah pengen yuridu ayyukallimak. Allah pengen berbicara dengan kita. Kalau seandainya kita disibukkan dengan perbuatan taat, fa'lam annahu gharrabaka ilaih. Sesungguhnya Allah pengen kita ni dekat dengan Allah. Dipermudah hadir majelis maulid, hadir majelis taklim, hadir majelis ini, hadir majelis dengan tempat-tempat baikan dia ni mudah. Badannya selalu disehatkan. Yang asalnya pagi tidak baik, badannya kurang lemak badan, tahu-tahu sore ada pengajian, Allah nyok sehat. Allah permudah langkahnya untuk menghadiri pengajian yang baik. Ini tanda bahwasanya Allah pengen wong ini dekat dengan Allah. Dan sebaliknya, kalau seandainya wong disibukkan oleh Allah, idza syulika bidunya, kalau seandainya kesibukan kita dengan dunia, pagi dunia, siang dunia, sore dunia, malam dunia, sampai bangun tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan dunia, sampai kita meninggalkan kewajiban waliyadzubillah, maka ketahuilah bahwasanya annahu ab'adaka anhu. Sesungguhnya Allah pengen nyauhi kita dari Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Bahkan dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan min alamati iradi anillahi anil abdi. Daripada tanda Allah berpaling dari seorang hamba. Apa? Ayyaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Allah jadikan kesibukannya dengan hal yang tidak manfaatnya. Dengan gawe-gawe yang tidak ada gunanya. Allah jadikan kesibukannya. Kata Imam Hasan Al-Basri. Kalau seandainya kesibukan kita idza syulika bi uyubin nas, sibuk ngurusi codian dengan aib manusia, fa'lam annahu ahanak. Berarti Allah pengen menghinakan kita. Hobi nyodi ibadah gawe wong, aib-aib wong yang sudah menjadi wong yang baik, akhirnya dibongkar lagi gawe-gawe yang tidak baik dia. Ini tanda bahwasanya Allah pengen menghinakan ini wong. Kata Imam Malik bin Anas, adraktu aqwaman, aku pernah dapat di sekelompok kaum, lam takun lahum ayub, tak kata aib sedikit pun. Aku tak pernah dapatkan sekelompok wong ini, tak kata aib, tak kata keburukan. Fa'abun nas, hingga akhirnya dia ngatai wong, nyodei wong, ngawi-ngawi sehingga wong. Fasarat lahum ayub. Maka nampak jelas akhirnya dari wong ini kebauan demi kebauan. Wa adraktu aqwaman lahum ayub, dan aku pernah juga dapat dikata Imam Malik bin Anas, wong yang banyak aibnya, banyak keburukannya, banyak tak baiknya. Fasakatu an uyubin nas, dia diam, tak pernah codian dengan gawe wong baru wong, tak pernah codian dengan aib wong, tak pernah ngurusi wong. Wanasitu uyubahum, sehingga membuat aku lupa dengan aib-aibnya, sehingga membuat aku lupa dengan gawe tak baiknya. Ini tanda bahwasanya kalau seandainya ada orang yang sibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan codian, dengan hobi mencari aib-aib manusia, maka Allah pengen menghinakan dia. Waliyadzubillah. Nas'alullah salamu alaihi wa na'udzubillah min zalik. Dan yang terakhir dikatakan bahwasanya kalau seandainya kita disibukkan dengan senang berdoa, hobi dan minta sama Allah, maka ketahuilah annahu yuridu ayyu'tik. Allah pengen ngijabah doa-doa kita. Mungkin bukan pada saat ini. Allah simpankan bakal Allah kabulkan di waktu yang tepat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis maulid seperti ini, siapapun yang berkhidmat ikut andil di dalam majelis maulid ini, kita yakini kehidupannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya ahli sejarah mencatat di saat detik-detik hari kelahiran baginda Rasulullah, ada 4 perempuan yang ikut andil di dalam
membantu persalinan ibunda Nabi Sayyidah Aminah di dalam melahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa 4 perempuan ini? Yang pertama Fatimah. Fatimah ibu dari sahabat yang bernama Utsman bin Abil As. Yang kedua Suwaibatul Aslamiyah, bekas budak yang dimerdekakan, budak daripada paman Nabi Abu Lahab. Yang ketiga Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Yang keempat Syafa, ibunda daripada sahabat yang bernama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dan ulama sejarah, ahli sejarah mencatat bahwasanya keempat perempuan ini hidupnya semuanya diberkahi oleh Allah. Mereka dikaruniai oleh Allah anak-anak yang soleh, anak-anak yang luar biasa. Fatimah, Allah karuniai seorang putra yang bernama Utsman. Utsman ini seorang pemimpin di kaumnya, ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Ya Utsman, anta imam fi qaumik. Wahai Utsman, engkau imam di kaummu, engkau memimpin di kaummu. Yang kedua Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah ini asalnya budak. Ketika ikut andil membantu ibunda Rasulullah di dalam melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia kabarkan berita ini, kabar gembira ini kepada pamannya Abu Lahab, pamannya Nabi, dan langsung seketika itu paman Nabi memerdekakannya. Budak menjadi merdeka, diberkahi oleh Allah. Yang ketiga Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Budak warisan yang wariskan dari asalnya budak bapa Nabi Sayyidina Abdullah turun kepada Nabi, sehingga ketika Nabi besar, Nabi pun memerdekakannya dan Nabi nikahkan Ummu Aiman ini dengan seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Dan Allah karuniai anak dari pernikahannya Usamah bin Zaid. Dan Usamah bin Zaid ini panglima perang termuda yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad. Bahkan yang menjadi prajuritnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan sampai akhirnya Rasulullah wafat pun Sayyidina Abu Bakar tidak menggantinya sebagai panglima perang. Padahal pada saat itu ada Sayyidina Khalid bin Walid, ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Sayyidina banyak para sahabat yang lebih tua dari beliau, tapi Sayyidina Abu Bakar tidak mengganti karena ini Usamah bin Zaid ditunjuk langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya diberkahi oleh Allah, dikaruniai anak-anak yang saleh. Dan yang terakhir Syafa adalah ibunda daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf siapa yang tak kenal? Sahabat yang kaya raya, sahabat yang termasuk daripada 10 sahabat yang ditunjuk langsung, yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwasanya min ahlil jannah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Keempat perempuan ini hidupnya diberkahi oleh Allah. Karena mengapa? Karena ikut andil di membantu persalinan ibunda Rasulullah di dalam melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakini siapapun yang ikut andil di dalam meriahkan acara Maulid seperti ini, kita yakini bahwasanya Allah bakal berikan keberkahan demi keberkahan untuk kita semua. Siapapun mereka, baik yang nyago parkir, baik yang ngobeng, baik yang wadasi, siapapun yang kita yakini pasti mendapatkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berikan keberkahan kepada 4 perempuan yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang semua sebab orang bisa cinta terkumpul semuanya pada diri Rasulullah. Wong itu bisa jatuh cinta dengan keindahan, dan Rasulullah paling indahnya makhluk. Paling indahnya lupa, bahkan seorang sahabat yang bernama Hasan bin Thabit penyair Rasulullah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ajmalu min kalam taraqut aini. Yang lebih indah dari wahai Rasulullah tidak pernah aku lihat. Tidak pernah aku pandang. Bahkan ada seorang sahabat duduk di hadapan Nabi, nyingoi Nabi tidak berkedip. Sallu ala Muhammad. Sang hebatnya Nabi bertanya, "Ma baluk, ada apa engkau nyingoi aku demikian?" kata Nabi. "Kaya Rasulullah, demi ayahku, demi ibuku, aku sedang merasakan kelezatan dengan memandang wajah indahmu. Aku nikmat memandang wajah indahmu. Sampai tidak berkedip ini sahabat memandang wajah Rasulullah. Karena Rasulullah paling indahnya makhluk. Jadi kalau seandainya ada orang di muka bumi ini yang tidak bisa jatuh cinta kecuali karena nyingok yang indah-indah, maka ketahuilah kalau seandainya dia tahu keindahan Nabi Muhammad, dapat dipastikan dia jatuh cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kesempurnaan, al-kamal. Dan Nabi Muhammad paling sempurnanya makhluk. Semua aspek kesempurnaan ada pada diri Rasulullah. Kamalul khalqi, sempurna perangainya. Kamalul khulqi, sempurna akhlaknya. Akhlak Nabi Muhammad, bahkan diriwayatkan Sayyidina Aisyah ketika ditanya, "Cak mana akhlak Nabi?" Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad sungguh luar biasa.
Bahkan setiap orang yang benci kepada Nabi, ketika duduk bersama Nabi, kenal sama Nabi, jatuh cinta sama Nabi Muhammad SAW. Karena akhlak yang luar biasa, sempurna akhlaknya. Kamalul qauli, sempurna ungkapan Rasulullah. Perkataan Rasulullah paling sempurna perkataan. Kamalul fi'li, sempurna perbuatan Rasulullah. Jadi kalau seandainya ada orang di muka bumi ini tidak baca jatuh cinta kecuali dengan nengok yang sempurna, maka harus diketahui kalau seandainya dia mengetahui tentang kesempurnaan Rasulullah, dapat dipastikan wong ini jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, pengorbanan Rasulullah. Pengorbanan an-nawal, pengorbanan. Jadi kalau seandainya al-jamal wal kamal wan nawal, pengorbanan. Kalau seandainya di muka bumi ini ada orang yang tidak baca jatuh cinta kecuali dengan nengok dulu cak mana pengorbanan. Kalau seandainya dia tahu pengorbanan Rasulullah untuk umatnya, dapat dipastikan wong ini jatuh cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua aspek sebab wong bisa jatuh cinta semuanya terkumpul pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cak mana kita nak menimbulkan rasa cinta kepada Rasulullah? Kenali dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita kenal, tahu keindahan Rasulullah, tahu kesempurnaan Rasulullah, tahu pengorbanan Rasulullah, tahu cinta Rasulullah sama umatnya, dapat dipastikan kita dapat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dalam mahalul qiyam kita berdoa, Rabbi ballighna bijahi fi jiwari khaira maq'ad. Kita minta kepada Allah supaya Allah sampaikan kita di samping Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad. Sebelum besok insya Allah Allah kabulkan permintaan kita di setiap malam maulidnya. Sebelum kita sampai besok di dekat dengan Nabi Muhammad, kita pengen nyenengkan Nabi Muhammad dulu di dunia. Nyenengkan Nabi Muhammad banyak caranya, banyak caranya. Dan yang paling insya Allah, walaupun ini terdengar agak sulit, namun insya Allah ada cara biar mempermudah gawe ini. Apa? Samih kullaman asa'a ilaik. Maafkan setiap wong yang pernah buat salah sama kita. Berat ini, apalagi wong ini budak yang bawa kita. Kalau seandainya kita malas, mudah bagi kita. Berat, susah. Tapi ada perbuatan yang mudahnya. Ada seorang sahabat yang bernama Ulbah bin Zaid. Ulbah bin Zaid ini setiap malam tidur hatinya bersih. Maafkannya kalau setiap wong yang pernah buat salah sama dia. Ada wong yang ngomong itu dari belakang, dimaafkannya. Ada wong yang buat salah sama dia, dimaafkannya. Sebelum tidur dimaafkannya. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni tasaddaqtu bi'ardi ala man nalahu min khalqik. Ya Allah, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku tasaddaqtu, aku sedekahkan semua bi'ardi kehormatanku. Ada wong yang ngatai aku sedekahkan. Aku maafkan. Ada wong yang ngibai aku maafkan. Ada wong yang bersalah sama aku walaupun aku tidak tahu, aku maafkan sebelum tidur. Siapapun daripada hambamu yang pernah buat salah sama aku, yang mana aku tidak ketahui, aku maafkan. Tidur dalam keadaan hati yang bersih. Dimaafkan juga loh. Itulah cara kalau seandainya kita pengen nyenang hati Nabi Muhammad. Tidur dalam keadaan hati yang bersih. Maafkan semua yang salah yang pernah buat salah sama kita. Maafkan kalau bukakan hati, bukakan gitu yang sebesar-besarnya. Sehingga akhirnya besok pagi dia kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, siapa semalam yang menyedekahkan kehormatannya, kata Nabi Muhammad. Siapa? Akhirnya Ulbah bin Zaid ngomong, angkat tangan aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah terima sedekahku. Allah terima sedekah kau. Allah terima sedekahmu. Dan menyedekahkan kehormatannya. Dia sebelum tidur maafkannya semua orang yang pernah buat salah sama dia. Baik yang diketahuinya ataupun yang tidak diketahuinya. Ini perbuatan dapat membuat Nabi Muhammad SAW senang dengan kita. Insya Allah ini perbuatan yang gampang. Sebelum tidur kita ambil wudu, sebelum baca doa tidur kita maafkan semua orang yang pernah buat salah sama kita. Bukakan pintu yang sebesar-besarnya. Bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya untuk orang yang pernah buat salah sama kita. Baik itu perbuatan yang tidak kita ketahui. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah dengan perkumpulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat kita. Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dari penyakit zahir, dari penyakit batin. Insyaallah bubar dari sini tidak katik saling benci, tidak katik saling dendam. Semua kita saling cinta, berjuang untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
الفاتحة بنت الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والألهن، خصوصا لمن أوصانا بالشفاء السيد حسين بن محمد السقاف وشريفة طلحة بنت قاسم باركبة وماسة فريدة بنت مساقس صالح علي وأحمد لحان بن سمنان وكل من أوصانا بدعاء الشفاء من إخواننا وأصحابنا وأحبابنا، الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا عالما. الله يأمننا وإياكم أيام بلطفه وجل كرم التي صالحة جلبة لكل خير دافع لكل شر بركة الاجتماع مباركة بقدر محمد صلى الله عليه وسلم. سرهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم نسألك بحق الفاتحة وسر الفاتحة بحق منزل الفاتحة بحق قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم اشفي أمراضنا خصوصا من أوصل الشفاء اشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما على عالمه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يا رحمة الله إني خائف وجل حماة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل علقال علم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جسماني